السلام عليكم، معكم روي ومقطع جديد. هاي المرة ما في مونتاج، ما في شيء، بس تقطيع الفيديوهات. غير هيك مش ضروري. وبدك تتابع الفيديو بدك تتابعه للآخر، ما بدك تتابعه للآخر اطلع طال عمرك عشان ما تاخذ نص الكلام وتكب الباقي للسمك. شو دخل السمك؟ وحتى مش قاعدين بمكان التصوير او مثل ما بسموه استوديو، قاعدين بالطبيعة. المهم بلا طولة سيرة، بدك تحط لايك حط لايك، ما بدك تحط لايك لا تحط لايك، بس اهم شيء انه نوصل ل 50 لايك يعني. واشتركوا بالقناة اذا عجبكم محتوى الزبال اللي عم اقدمه او عجبكم راس الدب اللي لابسه. غير هيك برضه لا تشترك. وبسم الله نبدأ. اوكي، من وين بدي ابدا؟ مقطع العودة اللي نزلته اول ما رجعت، يمكن لاحظته يمكن ما لاحظته، انه انحذف. ياه بالضبط انحذف، مش انا اللي شلته من القناة. سبحان الله، البدايات صعبة، وحتى مش بس البدايات، فكرة الرجعة اصلا كانت صعبة. انه صار لي السنة كاملة مختفي، فكان لازم ارجع بست اب وكلام يشد المتابع ويرجع عزة رويف اللي كانت ب 2023. الموضوع كان صعب شوي بالنسبة إلي، وعدت الفيديو من لبكة 3 مرات لاسباب غبية، فالعودة كانت صعبة. والحمد لله نزلت فيديو وجاب تفاعل لا بأس فيه بالنسبة لواحد عنده 20,000 مشترك وقاطع سنة، وصل ل 6000 مشاهدة الحمد لله. ورجعت في فيديو تاني، ولكن سرعان ما تكرر السيناريو اللي محى جزء كبير من رويف اللي كان موجود، واللي هو انه انحذف الفيديو بسبب انتهاك سياسات اليوتيوب، واللي هو دعم المنظمات الإرهابية. ليش؟ لأني تكلمت عن قضية تمس كل إنسان شريف مش بس عربي، ومثل ما ذكرت بالفيديو انه هي قضيتي وقضيتك، قضيتنا جميعا. ومدحت بالفيديو احد الشهداء مما سبب انه ينحذف الفيديو. يعني ففي نقطة مش فاهمة، انه جد اليوتيوب ما بلاقي غير يحذف فيديوهات من قناتي اللي ما فيها غير 20,000 مشترك اصلا. يعني بالله 6000 مشاهدة شو ممكن نسوي مثلا؟ ما هي القصة وصلت العالم كله، وقفت على الفيديو تبعي انا. مش فاهمك يوتيوب، كل أمة بني آدم عرفت انه الحق مع فلسطين واسرائيل هي الخطأ، شو لسه عم تخبي يعني؟ وما راح اقولها تقطيش. وبدك تحذف الفيديو احذفه مش سائل، وبدك تحذف القناة برضه احذفها مش سائل. اللي بنى قناة وقناتين بيقدر يبني قناة ثالثة عادي يعني. اوكي صلي على النبي روي. فالعودة كانت صعبة، وانه انحذف الفيديو يعني زاد الصعوبة، لانه انا باليلا جايني الشغف اني انزل على اليوتيوب. مش قاعد بنزل لانه انا بدي انزل، قاعد بنزل لانه لازم انزل. يعني ما في مجال غير هيك، هذا الشغل اللي لازم اسويه، في هدف سامي لازم اوصل له. اذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. سبحان الله، من البداية الموضوع صعب، وهذا الشيء بيذكرني بي سبحان الله الموضوع. يا الله، صب متك او لا تصب متك ما صعب. نعم ما حد اشرب اصلا. سبحان الله، الموضوع من البدايه صعب، وهذا الشيء بذكرني ببدايات رويف لما كان عندي تاب محترق سلافه وما بشغل شيء. كنت افتح تطبيق كين ماستر واقعد امنتج عليه ويعلق ويطفي احيانا ويرجع الشغل من الاول ويروح كل شغلي، وعادي ما كنت انا لازم اوصل كيف ما بعد، لازم اوصل حتى لو نعاد الفيديو بدي اوصل. يعني وصلت فيني ايام كنت انسان روتيني جدا، في على 7 الصبح واكون مصحصح واسوي قهوه وانزل بعدين اقعد اشتغل واكتب سكريبتات من 7 الصبح قاعد شغال، وبشتغل كل يوم على فيديوهين وشورتين، وبنزل على النادي وبرجع من النادي، وكل هذا بيوم واحد. يعني قاعد من 7 الصبح للوحدة بالليل. صور صورة من هون، صورني هيك بس انه تكون حلوه يعني، خليها عفويه وكذا فاهم. بس انا وعم احكي يعني مو هالليل، صوره انا وعم احكي هيك عامل فهمت حبيبي. فما كنت اسوي شيء غير هاي الشغلات. يعني اكيد بصلي وباكل وبسوي شغلات تانية مازن، بس نقطتي بالانجاز انه ما كنت اطلع على الارقام انا شو بجيب ولا شو بيجيني مشاهدات. بالعكس بس بنزل، انا لازم انزل لانه يعني المشاهدات رح تيجي عاجلا ام اجلا. وهلا نفس الشيء، البدايه الصعبه خلتني احن للماضي، وحتى لو انحذف اول فيديو وغيره وضلت تتقفل، في يوم رح تيجي وتفتح. احد الصعوبات اللي مريت فيها السنه الماضيه انه كنت اقدم محتوى بس انا مش عاجبني الشيء اللي بقدمه. يعني احد الاخوه كان يفتح الفيديو قدامي فانا اشعر بالكرنج انه شو زفت اللي قاعد اقدمه انا. والحمد لله كل امه محمد صارت تعرفني، يعني هذا الفيديو ولا غيره في اقل شيء 20 واحد بعرفه رح يشوف الفيديو، فكانه لازم اوزن حكي شوي. النقطه اللي كانت انه لازم اغير محتواي، مش محتوى اني احط فيديو واقعد اعلق عليه. ما بقصد اي شخص، بقصد حالي. ممكن حدا يحط فيديو ويحكي عليه يعطي قيمه او يعطي فكر يرسخ فيك ويكون حلو، اما انا ما كنت هيك. انا كنت اعتبر حالي قاعد معلك بس، فلازم اقدم محتوى بحب اقدمه مشان ما انحبط بنص طريق واوقف، وبعرف اقدمه. يعني تخيلني قاعد معلم انجليزي انا ما بعرف احكي اصلا، فلفيت ودرت وسالت يوتيوبر لحتى وصلت للمحتوى المختار اللي قاعد بقدمه هلا. فبعد ما عرفت شو المحتوى اللي بقدمه ما عاد عرفت اعرف على المحتوى اللي بقدم. فهمت شي؟ يعني واحد يجي يسالني شو محتواك، بعرف شو محتواي، بس هو يسالني ما بعرف اقول له شو محتواي. وبعد جهد جهيد لقيت تعريف للمحتوى الحمد لله. محتواي هو مجموعه الافكار اللي بتنطرح قدامي او بفكر فيها وبعطي رايي فيها. افكار تتعلق بالتاريخ مثلا مثل تاريخ دمشق او تاريخ الاسلام، افكار تتعلق بالسياسه يعني لابد انه نعرفها. ما راح اقول لك روح شوف شو عم يصير بالهند، بس لازم في شغلات صارت بدولنا العربيه لازم نعرف شو صار فيها، فلابد انه اعرفها واتكلم عنها برضه. افكار بتتعلق بالتنميه البشريه، وما بحب اقول هذا المسمى ولكن ليس افكارنا وتصوراتنا وطريقنا اللي بنمشي فيه بالحياه، والامور اللي
لازم نفكر فيها شوي. والفيديو اللي بتظهر فيه شخصيتي مثل هذا الفيديو، او فيديو مثلا اطلع على الدنيا واجرب شيء وبس هيك، بالنهاية رويف هو فكرة، والفكرة لا تموت. كنت بعيد كل البعد على اني اكون يوتيوبر او اني اكون رويف، لاني لا بحب الارقام ولا بحب الشهرة ولا بحب احكي، بس سبحان الله الله اختارني اني انشر فكرة او اصنع اثر، ويا رب تكون شاهدة الي بكرة مو علي. مستمرون دائما وباقون ان شاء الله ما دمنا على قيد الحياة. لنهاية 2026 لازم اكون واصل ل 500 الف مشترك، كيف شلون ما بعرف، بس لازم اوصل له، وهذا الفيديو حيكون شاهد على كلامي ان شاء الله. وبالنهاية مهما صار مثل ما قلت، فلسطين رح تضل قضيتي، ولكن بطريقة شوي مخباية مشان ما يفهم اليوتيوب الزفت ويحذف لي فيديوهات. بنهاية الفيديو الله يرحمك يا صالح، والله يتقبلك من الشهداء، كسرت قلوبنا على وفاتك، بس هذا هو قضاء الله وقدره. أكيد هاي هي الغاية اللي كنت بتطمح لها ونلتها على طبق من ذهب. تزعلوش على وفاته بهاي الطريقة، بالعكس طلبها من ربنا ونالها، ولعنة الله عليهم ما أخبثهم، لأنه توعدوا له بالموت وبعد ما خلصت الحرب استشهد على ايد عملاء منهم كانوا عايشين بيناتهم. في عبرة من هاي القصة سبحان الله، انه تخيل انسان ضل عايش 2 كاملين من المجاعة والموت والضرب والقصف وكل شيء، وضل حي يرزق، وبعد الانتهاء وقف اطلاق النار، وباللحظات السعيدة ربنا توفاه. فأجلك هو مكتوب مكتوب، والله يجيرنا من ساعة الغفلة، ساعة لما نغفل عن ديننا وننسى مراقبة ربنا إلنا ويتوفانا عندها. فهل أنت مستعد لأن تلقى ربك؟ لا والله ما حدا مستعد فينا أبدا. فصلاتك صلاتك يا ابن آدم، صلاتك صلاتك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. بس هذا الفيديو كان لازم أحكي فيه عن أمور كان لازم أحكيها من البداية، وياه إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا اللايك والاشتراك إذا عجبكم محتوى الزبال أو الدب اللي لابسه، وفي أمان الله، مع السلامة.